مش لازم اللي نفع معايا هينفع معاك، ولا الخطوات اللي انا مشيتها في حياتي لو انت مشيتها بالظبط هتوصل لنفس النتيجة. اكيد تركزوا معايا في الجملة دي كويس. ليه؟ هقولك ليه. احنا عايشين في مجتمع حاطط لنا قوالب ولازم نمشي عليها، ولو انت اعترضت ان انت مش عايز تعمل الحاجة الفلانية يبقى انت شخص متمرد، عنيد، شاذ عن القاعدة، مش بتقدر النعمة، وحاجات كتير، كلام كتير يفضلوا يقولوهولك لدرجة انك بتوصل لمرحلة انك ما عندكش ثقة في نفسك من كتر ما اللي حواليك شايفينك حد غريب واللي انت هتعمله ده مش هو اللي صح. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقوله لان انا واحدة من الناس اللي في فترة كنت سايبة نفسي قوي 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 لكلام الناس، في ان هو ليه ما تعمليش الحاجة الفلانية؟ انت مين؟ ما كل الناس بتعمل كده. إيه انت ليه هتعترضي؟ انت ليه شايفة نفسك احسن من ما تجربي؟ يعني انت ليه شايفة نفسك انه ما ينفعش؟ بالرغم ان انا احساسي كان ساعتها انه ما ينفعش، ان انا مش عايزة الحاجة دي، ان الحاجة دي مش مناسبة ليا، مش بتاعتي. وفعلا وتمر الايام ويتأكد ان احساسي هو اللي كان صح. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقوله علشان لما تصدق من جواك حاجة، ولو العالم كله بيقولك اعملها ما تعملهاش، والعكس صحيح. لما تصدق انك مش انك عايز تعمل حاجة والعالم اللي حواليك كله بيقولك ما تعملهاش، اعملها. احنا الحاجة الوحيدة اللي المفروض نركز فيها هو ربنا. يعني دي حلال ولا حرام؟ حرام لا يبقى ستوب خلاص. حلال انا ماليش دعوه المجتمع شايف ايه والقوالب بتاعته ايه ومعاييره ايه وعاداته ايه، مش مشكلتي، ما احنا ياما اتربينا على عادات غلط. فمش شرط ان فلان عشان يشتغل في الحته الفلانيه يبقى انت كمان لازم تشتغل في الحته الفلانيه. فلانة اتجوزت الإنسان الفلاني يبقى انت كمان لازم تمشي وتدوري على نفس مواصفات الإنسان الفلاني. فلان خد واحدة ظروفها مش عارفة ايه يبقى انت كمان هتنجح لما تاخد واحدة ظروفها ايه. كل ده غلط، كل ده غلط.